العقيد خالد عبد الرحمن نور الشريف من إدارة مكافحة المخدرات أعد كمينا للإيقاع بعصابة عصام قلب الأسد ونجح في القبض على العصابة ومعها المخدرات، ولكن تمكن قلب الأسد من الهرب وتتبعه العقيد حتى أصابه بالرصاص، ولكن قلب الأسد تمكن من الهرب مصابا ولكنه لقى مصرعه في منزله. ولم يكن العقيد خالد يعلم أن عصام قلب الأسد هو ابن رجل الأعمال الشهير عصمة الدهشان كمال الشناوي، والذي يحظى بمكانة رفيعة في المجتمع. يقرر كمال الشناوي دعوة رؤوس العصابات المتاجرة في المخدرات والاجتماع بهم حتى يتمكنوا من مجابهة رجال مباحث مكافحة المخدرات، بينما قرر هو الانتقام لمقتل ابنه الوحيد على يد العقيد خالد الذي نال ترقية العميد خالد. ووقع الاختيار على زوجته برلانتي نبيل عبيد لتكون هي الضحية، حيث قام مساعده زينهم، وتم تكليف عضوة العصابة مدام ميرفت رجاء الجداوي بالتعرف عليها عند الكوافير، وفرضت صداقتها عليها وامتدادها بعلاج للصداع والبرد عبارة عن صباع بلاستيك للشم، وهو في حقيقته بيحتوي على الهيروين. وقررت الشم وأصبحت مدمنة ولا تستطيع الاستغناء عن مدام ميرفت التي صارحتها بالحقيقة وأنها أصبحت مدمنة هيروين، وترفض برلانت الاستمرار في الشم وتذهب لطبيب الذي يخبرها أن العلاج من الإدمان صعب في مصر، ولكن بعض المراكز الحكومية بدأت تقدم العلاج. وتأخذ برلانت دورها الذي يحين بعد شهر، ولم تستطع التحمل فارتمت في أحضان مدام ميرفت التي سلمتها لعضو العصابة مراد مجد وحدة الذي استغل ضعفها الجسدي ومعاناتها وراودها عن نفسها فاستسلمت له مضطرة. وعندما عادت لمنزلها حاولت الانتحار بغاز البوتاجاز، ولكن زوجها العميد أنقذها، وشعرت برلانتي بالذنب فنفرت من زوجها وزادت عصبيتها ولم تتقبل ملامسته لجسدها. وقررت العصابة تجنيد برلانتي للتجسس على زوجها لمعرفة تحركاته وخطته، حتى فشلت له 5 عمليات بسبب المعرفة المسبقة للعصابة بتحركات البوليس. اكتشف عصمت بيك أهمية الهيروين والكوكايين الأقل خطورة في حمله والأكثر مكسبا من الحشيش والأفيون، واتفق مع رؤساء العصابة على تغيير النشاط وأخذ أموالهم جميعا وسافر للخارج للتعاقد على صفقة كبيرة. وكان مكان التسليم في الأقصر حيث تأتي البضاعة من السودان، وتم استخدام برلنتي لحمل البضاعة للقاهرة، ولكن المباحث كانت على يقظة وتراقب تليفونات وتحركات عصمت بيه وتتبعت الشحنة في الصعيد، حيث اكتشف العميد خالد أن زوجته قد تم أسرها بإدمانها للهيروين وأصبحت جاسوسة عليه رغما عنها. واكتشف مراد تواجد البوليس بالقطار فقفز من القطار وراء برلنتي وسحبها إلى عصمت بيه، وسمعته بيتفق على سفر البضاعة بالطائرة مع زينهم، وطلب من مراد التخلص من برلنتي التي انتظرته خلف الباب وضربته بقضيب من الحديد على رأسه حتى شمته تماما. وصلت برلنتي لقسم البوليس وأخبرت زوجها بوجود البضاعة مع زينهم على الطائرة، حيث انتظره اللواء شوقي صلاح ذو الفقار وقبض عليه ومعه البضاعة. وعندما عاد عصمت بيه لبيته ظنا منه نجاح العملية، وجد في انتظاره رؤساء العصابات الذين أطلقوا عليه النيران من مسدساتهم وتخلصوا منه بعد أن فقدوا أموالهم، بينما استصدر العميد خالد قرارا بعلاج زوجته من الإدمان بالخارج. الوحل إنتاج 1987، وهو من بطولة نبيل عبيد ونور الشريف وكمال الشناوي ومجدي وهبة ورجاء الجداوي وصلاح ذو الفقار. الوحل من تأليف فتحي أبو الفضل ومن إخراج علي عبد الخالق.